هلا والله يا شباب، فيديو النهارده اعرفك ازاي تجيب اسكو من الباكج، وكمان اعرفك مين افضل لاعب تجيبه من باكج التعاقد. وما تنسوش يا شباب مسابقتنا على المدرب مورينيو. طب ازاي تقدر تشترك؟ بكل سهوله هتنزل في الوصف هتلاقي رابط، هتدخل وتنضم معانا في الجروب. هنا الجروب ده هنعرض فيه اسامي الناس اللي هتفوز، وما تنساش تعمل لايك وتكتب كومنت تشجيعي وسبسكرايب. ويلا بينا على الفيديو يا شباب. دلوقتي لو انت دخلت على باكج اسكو هتلاحظ مكتوب كده اي فوتبول ليج، معنى كده ان هو هيكون في هدايا اي فوتبول ليج اللي هو الديفيجن. تمام. طيب لو ضغطنا على التفاصيل هنلاحظ ان مكتوب كده في اول سطر بيعرفك ان انت لازم تلعب في الديفيجن في الاونلاين، يعني ضد منافسين، وتطلع ديفيجن 1. زي ما انت شايف كده هيكون عندك الفرصه ان انت تقدر تحصل عليه. فالشرط يا جماعه ان انت لازم تطلع في خلال شهر، في خلال طبعا كام ده مديك كام 55 يوم، يعني الديفيجن بيقعد شهر واحد بس وبيتغير. انت في خلال 55 يوم دول المفروض ان انت تكون طلعت، يعني في اقل من 30 يوم تطلع ديفيجن 1. طيب هتستلمه فين بقى او هيجي لك فين؟ هيجي لك في هدايا الديفيجن اللي انت بتلاقيها في المكان ده. هتلاحظ ان موجود قدامك هدايا كتير، الهدايا دي متقسمه ل 30 هديه. تمام. كل 10 هدايا بتخلص في اسبوع، يعني كل اسبوع ليك 10 هدايا، الاسبوع الثاني وادي الاسبوع الثالث. تمام. هيكون موجود معاك هنا في الباكجات دي، وهتقدر تستلمه فتحه زي الفتحات دي وتقدر تحصل عليه. ده بالنسبه لاسكو. هقول لك النهارده تقدر تجيب مين من باكج التعاقد. بالنسبه لباكج التعاقد دلوقتي اللعبه بقت معتمده على السرعه، فافضل حاجه تجيب يا اما ميليتاو يا اما اللاعب التاني اللي جنبه، يا ده يا ده. الاتنين كويسين جدا. سرعة انا جبت ميليتاو، انت طبعا تقدر تجيب ميليتاو او تجيب اللاعب اللي انت عاوزه، طاقته كويسة وسريع، وممكن تجيب ده برضو طاقته كويسة وسريع. بلاش تجيب رودري عشان معاك نسخ منه كتير. تمام. اللعبة دلوقتي بقت تعتمد جدا على السرعة. لو عاوز تطويرات انا هسيب لك برضو في نفس الجروب كل التطويرات لكل اللعيبة اللي هتعجبك. وبس كده يا جماعة، هو ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في حلقة جديدة. الى اللقاء في حلقات قادمة.